الأهلي يودع كأس العالم للأندية بعد التعادل أمام بورتو في مهرجان تضييع الأهداف. النهاردة عنوان اللقاء تضييع الأهداف، مش ممكن على الفرص. هي دي الفرص والتضييع الأهداف، هي دي السبب الرئيسي في خروج الأهلي من كأس العالم للأندية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وحبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. قبل ما نبدأ طبعا حلقتنا، ما تنساش طبعا اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. مع أخوك وحبيبك يوسف أحمد، دايما بجيب لك كل الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. الأهلي يتعادل مع بورتو بنتيجة 4-4 بعد مهرجان أهداف ومهرجان تضييع أهداف. النهارده تخيل كده معايا يا صديقي العزيز ان النادي الاهلي النهارده مضيع 8 9 تجوان. النهارده الاهلي ممكن يكسب 8 9. يكسب مين؟ بورتو البرتغالي اللي هو بطل من ابطال اوروبا. انت متخيل؟ الاهلي ضيع فرص تكفيه سنه قدام. واسامه ابو علي النهارده، انا لو لولا الاصابه، لولا انه اشتكى من اصابه وخرج، كان وسام ابو علي النهارده كان ممكن يخرج يطلع هداف كاس العالم للانديه النهارده لسنه قدام او سنين قدام. مش ممكن يا جماعه على تضييع الفرص، وده سبب من اسباب خروج الاهلي من كاس العالم للانديه. ارجع كده معايا لماتش الاهلي وانتر ميامي، تضييع فرص بالجمله وتضييع ضربه جزاء وتضييع قدام انت بالميراس. يمكن بالميراس اقل شويه الاهلي، لكن شوف شخصيه النادي الاهلي النهارده. مباراه للتاريخ. كفايه ان انت عملت مباراه للتاريخ النهارده قدام بورتو، ويعني هتفتكر لك مباراه. كنت اتمنى طبعا الاهلي يكسب طبعا النهارده، لكن في ظل اللي انت مضيع فرص كتيره على الجوانب التكتيكيه والجوانب الفنيه. فعملت شوط اول، نهائي الشوط الاول عالمي. الاهلي النهارده نهائي الشوط الاول 2-1، وكنت ممكن تخلص الشوط الاول اكتر من 2. لكن يا جماعه عايزين نقف طبعا عند الجوانب الدفاعيه. الجوانب الدفاعيه عند طبعا بيكهام وداري وهاني وكوكا. مش ممكن على اخطاء دفاعيه، اخطاء كارثيه. واسامه ابو علي بصراحه النهارده حلاوتك يا وسام، يا وسام، يا وسام، خلصت فيك كل الكلام. يا وسام، هاتريك يا وسام. هو ده وسام ابو علي يا جماعه، المهاجم اللي خلص لك من انصاف الفرص. تعالى كده شوف الفرق بين وسام ابو علي واما جراديشار دخل. لا، في فرق يا جماعه، في فرق. وبن شرقي، ايه ده؟ بن شرقي دي فرص تضيع بن شرقي. وبصراحه لا، في بعض اللعيبه كده يا جماعه عليهم علامه استفهام، رغم ان هاني بصراحه